If you let my daughter go now, I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you and I will kill you. ده مشهد من فيلم Taken. الممثل هنا بيقول ايه؟ انت لو سبت بنتي ترحل مش هدور عليك، مش هتعاقبك. انت لو ما عملتش كده انا هدور عليك وهلاقيك وهقتلك. ويل بنستخدمها في الانجليزيه للتعبير عن الفيوتشر سمبل، بس هي مش مجرد سوف وخلاص، هي بتستخدم لكذا غرض في الانجليزي. النهارده هنتكلم عن الفيوتشر سمبل باستخدام will وباستخدام shall. If you let my daughter go now, I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you, I will find you and I will kill you. لاحظ استخدام will في المثال اللي قاله الممثل عليه. هو أول حاجة قال لك إيه؟ قال لك if you let my daughter go now, I will not look for you, I will not pursue you. فأول حاجة I will not look for you ده مش مجرد مستقبل سوف وخلاص، هنا ده وعد. يعني أنا مش هدور عليك، مش هتعاقبك. I will not look for you, I will not pursue you. But if you don't, I will look for you ده تهديد. I will find you تهديد and I will kill you برضو ده تهديد. تكوين المستقبل باستخدام will ايه؟ will دايما بيجي بعدها المصدر بتاع الفعل، وكذلك shall. will بتيجي مع جميع الضمائر سواء كان الفاعل مفرد او جمع، وبعد كده بيجي الانفينيتيف الفعل من غير اي اضافات في صورته الاصليه. طيب بنستخدم will امتى؟ اول استخدام من استخدامات will الوعد او الوعيد. زي ما تقول لواحد مثلا ايه I will help you، انا ما هساعدك. I will never let you go، مش هسيبك تغادر. فده وعد او الوعيد زي المثال اللي انا شرحته لحضرتك دلوقتي اللي هو ايه I will find you and I will kill you. دي اول حاجه. تاني حاجه بنستخدمها في البريدكشنز. البريدكشنز اللي هي التنبؤات، وهنا التنبؤات مجرد تخمينات مش مبنيه على دليل. في مشهد من فيلم Ghostbusters الممثله هنا بتقول ايه according my source طبقا لمصادري the end of the world نهايه العالم will be on February 14th 14 فبراير in the year 2016 في 2016. فهنا ده تخمينات، ده توقع ملوش دليل، ده مجرد تخمين. according my source the end of the world will be on February 14th in the year 2016. فلما يكون في predictions تخمينات من غير دليل فبنستخدم will. it will rain هي سوف تمطر، ده مجرد تخمين مش مبني على دليل ولا حاجه. وده تاني استخدام من استخدامات will. طب تالت استخدام اللي هو ايه القرار اللحظي. يعني قرار هعمل حاجه بطريقه مفاجاه، زي مثلا انت قاعد في البيت تليفون رن فبتقول ايه I'll answer it انا هرد عليه، او I will answer it. اختصار will مع I'll answer it انا هرد عليه. فهنا انت خدت قرار مفاجئ ما فكرتش فيه. الباب بتاعك خبط فانت قلت للي حواليك I'll open the door I'll open the door انا هفتح الباب. I will open the door انا سوف افتح الباب. فده قرار مفاجئ. زي مثلا المشهد بتاع فيلم ترمينيتور الممثل قال للراجل ايه بعد نقاش معاه I'll be back يعني هو هنا ما قالش ليه I'm going to be back، هو ده مجرد قرار مفاجئ تاخد في وقت الكلام ما فكرش فيه. I'll be back. ايه حكايه shall زي will في المستقبل بس ما بنستخدمهاش غير مع ضميرين اتنين بس في اللغه الانجليزيه، مع الضمير I او مع الضمير we. ودلوقتي بقى استخدامها ضعيف في اللغه وبقينا نستخدم will مع كل الضمائر وفي جميع الاحوال. طيب لما نيجي نسال في will بنعمل ايه؟ زي مثلا I will visit my uncle tomorrow. لما اجي اسال فانا بعكس مكان will ومكان الفاعل. will he visit his uncle tomorrow؟ هل هو سوف يزور عمه غدا؟ وخلي بالك will حالها ما بيتغيرش مع كل الضمائر وسواء كان الفاعل مفرد او جمع. طب لما اجي انفي بقول will not. زي مثلا he will not visit his uncle tomorrow. ممكن نختصرها نقول won't. he won't visit his uncle tomorrow. درس النهارده كان بسيط جدا عن المستقبل البسيط باستخدام will وكمان shall. Thank you very much for watching.